زهقتِ من العجينة اللي بتطلع ناشفة ومكتومة؟ انسي الكلام ده خالص، النهارده هنحضّر سوا أنجح وأطرى فطاير بالحليب القطنية ممكن تعمليها في البيت، وسر القوام القطني الهش ده، وهاقول لِك على كام تَكّة بسيطة كده، وبعد الفيديو ده هتعتمدي الطريقة دي وتنسي أي وصفة تانية خالص، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. جاهزة تعملي أطرى وأهش فطاير بالحليب القطنية؟ مع بعض يالّا بينا. أول حاجة هنجيب الطبق وننزل فيه بكوباية ونص لبن حليب بس يكون دافي معاكي، وتقدري تعمليه بمية مفيش مشكلة. هنزل عليهم بمعلقة خل كبيرة ودي المادة الرافعة، وهنزل عليهم كمان بمعلقة ونص خميرة فورية، وهنزل عليهم باربع معالق سكر حبيبات عادي، ونبتدي نقلب كويس جدا لحد السكر ما يدوب معانا، ودي خطوة مهمة. كده تمام السكر داب خالص، يلا بينا هنغطيها وهسيبها كده 5 دقايق لحد ما تتفاعل معانا. شايفين يا جماعة ما شاء الله الخميرة تفاعلت معانا خالص ازاي؟ شايفين الفقاقيع دي دليل على ان الخميرة كويسة. لو لقيتيها ما عملتش دي لازم تعملي لها اختبار. هننزل دلوقتي باتنين بياض بيضتين ودي خطوة مهمة، والصفار شايلينه على جنب. معانا دلوقتي 3/4 كوباية زيت هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي نص معلقة ملح مليانة، ومعانا دلوقتي معلقتين لبن بودر وتقدري تستغني عنهم، ودي خطوة اختيارية فعلا بيفرق في الطعم. قلبي بقى كويس جدا بالطريقة دي لحد ما كل المكونات تختلط مع بعضها. يلا بينا دلوقتي في العجان. معانا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات هنبتدي ننزل بيه بالطريقة دي. طبعا نخليها يا جماعة أي وصفة تعمليها لازم تدخلي الدقيق، ودي خطوة مهمة يا جماعة هيديكي نتيجة جميلة جدا. هنعجن بقى دلوقتي حوالي 5 دقايق، وطبعا زي ما اتفقنا تقدري تعجني بلبن خالص وتقدري تعجني بمية على لبن، مفيش أي مشكلة خالص، هيديكي النتيجة في منتهى الجمال. وتقدري برضو تستغني عن الزيت وتخلي نصه زيت ونصه سمنة، ودي خطوة مهمة. وتقدري كمان تعجنيه بالزبدة وتحطي برضو معاهم شوية زيت، مفيش أي مشكلة خالص، عندك كل البدائل. يلا بينا دلوقتي معانا كوباية مية، هنبتدي كده بالتدريج برضو مية دافية يا جماعة، هنزل بنصها أعجن تاني لحد ما تختلط معانا. احتاجت مية تاني هديه، اخلطي بقى كده كويس جدا واعجنيها جدا يا جماعة. هننزل بقى دلوقتي بشوية مية كمان ونبتدي نعجن كويس جدا يا جماعة. هنعجن في العجان ده بالظبط 10 دقايق. لو هتعجنيها على ايدك هتاخد معاكي وقت اكتر شويه، ممكن تاخد معاكي ربع ساعه. يبقى كده العجينه كلها خدت معانا مواد سايله كوبايتين ونص، خدنا كوبايه ونص لبن وخدنا كوبايه واحده بس ميه، هتدينا نتيجه في منتهى الجمال. للكيلو اكتبيها عندك كده عشان تبقى عارفه ان مقادير الكيلو كوبايتين ونص. نضرب بقى كويس جدا لحد ما تنعم معانا كده. دي من الوصفات السهله جدا يا جماعه. شايفين ما شاء الله العجينه لمت الدقيق كلها ازاي، ودي خطوه مهمه. شايفين لينه معانا ازاي؟ ما بتلزقش بس عجينه لينه، دي نتيجتها مضمونه 100% تعملي بيها اي مخبوزات انت عايزاها. يلا بينا دلوقتي حاطين معلقتين زيت، تغطي العجينه كده وتقلبيها عشان يبقى الوش مدهون معانا بالزيت. دلوقتي هنغطي العجينه وهنسيبها في مكان دافي، هتقعد معانا نص ساعه علشان احنا في الصيف، لو في الشتاء هتقعد معاكي اكتر شويه حوالي ساعه الا ربع. هنسيبها بقى لحد ما تخمر وتملى الطبق معانا، ونرجع نشوفها مع بعض. معانا طبق كده ومعانا جبنه موزاريلا، تقدري تعمليها باي حشوه انت عايزاها. هننزل عليها دلوقتي معانا جبنه رومي مبشوره، ومعانا دلوقتي جبنه معلبات بس لازم تصفي الميه منها، ودي خطوه مهمه. يلا نبتدي ننزلها كده ونخلط كل بقى الجبن مع بعضها كده، والحشوه دي اختيارك، تقدري تحطي جبنه قديمه على جبنه قريش وزعتر مفيش مشكله خالص. ودي الجبن بعد ما خلطناها يلا بينا دلوقتي نجيب العجينه ونشوفها مع بعض. شايفين يا جماعه بعد ما سيبناها نص ساعه بالظبط كميه الهواء اللي فيها؟ يلا بينا دلوقتي هنطلع الهواء منها ونشيلها مع بعض بالطريقه دي. عجينة جميلة جدا وسهلة وخطيرة، تقدري تعملي بيها أي حشوات أنت عايزاها. يلا كده هنقطعها جزئين بالطريقة دي. شايفين يا جماعة خمرت معانا وفي منتهى الروعة. هنشيل الجزء ده على جنب، وده هنشكله كده مع بعض على شكل رول كده، بس حاولي تخليه كله مقاس واحد، يعني ما تخليش يما رفيعة وتخلي يما ايه مليانة شوية. نبتدي كده نعمله كده حجم واحد بالطريقة دي. يلا بينا دلوقتي معانا القطاع وهنقطعه. الأول هنقطعه كده على جزئين، وبعدين هنقطع كل جزء على قطعتين بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهل ازاي؟ هتشكليها بمنتهى السهولة. قطعنا الرول على 2 وبعدين قطعناه على 4، وبعدين كل قطعة قطعناها 3، يبقى كده عملنا 12 قطعة. هتطلعيها في منتهى الجمال، وحجمها كده أكبر من الليمونة شوية. على الميزان بقى من 35 جرام ل 40 جرام، وتقدري تعملي حجمها أكبر من كده أو أصغر زي ما أنت عاوزة. ابدأي بقى كده كوريها بالطريقة دي لحد ما تنعمي القطعة كده وتخليها ناعمة في منتهى الجمال. شايفين يا جماعة الحجم بتاعها قد إيه؟ جميلة وخطيرة وفي منتهى الروعة. قفليها كويس كده وابدأي رصي جنبك كده، بس أهم حاجة لازم تغطيها. حاولي بقى تخليهم كلهم حجم واحد كده. اعمليها سندوتشات خطيرة يا جماعة وفي منتهى الجمال. هتحشيها زي ما انت عاوزه وتعمليها لاولادك عشاء، تعمليها فطار، تعمليها غدا، مفيش مشكله خالص.
تعمليها وانت خارجه رحلات. وكده كورنا الرول الاولاني، نبتدي بقى نغطيه ونبتدي نشتغل في الرول التاني، نعمله بنفس الطريقه برده 12 قطعه. يعني الكيلو عملناها 24 قطعه. شايفين يا جماعه؟ احسن ما تشتريها من بره وتعمليها في بيتك نظيفه، تاخديها كده تعمليها وتجهزيها في الفريزر قبل ما تطلعي كده رحله، اول ما تطلعي مصيف تعمليها وتجهزيها، تطلعيها لاولادك كده وانت على البحر كده، سندوتشات خطيره كده. ودي الكميه كلها بعد ما كورناها. شايفين يا جماعه؟ عملنا من الكيلو 24 سندوتش، هتطلعيه في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هنخليهم كده على جنب، ولازم تغطيهم يا جماعه عشان وشهم ما يشقاش معاك. يلا بينا دلوقتي هناخد اول واحده كورناها ونبتدي كده نفردها واحده واحده كده حوالي سمك ايه، نص سنتي صغير. شايفين يا جماعه؟ رفعيها على قد ما تقدري بالطريقه دي. دلوقتي بعد ما فردناها بالسكينه كده وتعملي ايه 5 6 شقوق بالطريقه دي عشان يديكي الرسمه الخطيره كده من فوق. شايفين؟ سهله يا جماعه وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. يلا بينا نحط الحشوه، تقدري تزوديها تقليها زي ما انت عاوزه، بس اهم حاجه ما تحطي الحشوه تقفلي كده بالطريقه دي. شايفين؟ من الجوانب زي ما انا بضغط كده بالطريقه دي عشان ما تطلعش منك الحشوه في الفرن. تبداي تعمليها رول كده وكمان تقفلي اخر رول كده زي ما بنعمل بالطريقه دي. شايفين سهله ازاي؟ وهتشكليها كده سندوتش في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ جنبنا صاج بقى دهنينه دهنه خفيفه كده بالزيت ونبتدي نرص فيها، بس لازم تسيبي المسافات بين الواحده والتانيه، دي خطوه مهمه. يلا تفردي بالطريقه دي، نعمل واحده تانيه. شايفين بتتشكل معانا بمنتهى السهوله ازاي؟ مش هتاخد منك وقت خالص، وانت قاعده سهرانه كده هتعملي احلى سندوتشات وتشيليها في الفريزر لوقت الطلب. ابداي كده اعملي تشققات بالسكينه دي زي ما احنا بنعمل بالطريقه دي. شايفين سهله ازاي يا جماعه؟ والحشوه بقى تحطيها، تقدري الحشوه دي زي ما اتفقنا زي ما انت عاوز، اي حشوه تنفع مع العجينه دي. من الجوانب كده وقفليها، تقدري تحشيها نوتيلا، تقدري تحشيها مربى، تقدري تحشيها لحمه مفرومه، جبن، زي ما انت عاوزه. دي العجينه لكل حاجه. اهي شايفين سهله ازاي؟ زي بالظبط سندوتشات الفينو. شايفين عامله ازاي؟ خطيره وفي منتهى الجمال. هنحشي بقى الكميه كلها بالطريقه دي وارجع لكم تاني. ودي كميه الفطاير بعد ما حشيناها كده وجهزناها. بسم الله ما شاء الله. شايفين عملنا كميه قد ايه؟ خطيره يا جماعه. معانا دلوقتي الصفار البيضتين اللي احنا خدنا البياض بتاعهم حطيناه على العجينه. ده الصفار هننزل عليه دلوقتي بايه؟ معانا 3 معالق لبن حليب هننزل عليهم. تقدري تحطي فانيليا براحتك وتقدري ما تحطيش، ما فيش اي مشكله خالص. نبتدي بقى ندوبهم كويس جدا كده لحد ما الصفار كله يدوب، ما يبقاش فيه اي تكتلات. شايفين بالطريقه دي؟ هندهن بقى الجمال والعظمه ده. شايفين يا جماعه؟ تقدري تحطي لبن بس تدهني الوش بيه وما تحطيش بيض زي ما انت عاوزه. في ناس ما بيحبوش البيض فحطي بس لبن، بس حطي مع اللبن رشه فانيليا. شايفين يا جماعه؟ واحده واحده كده تدهني الوش بالطريقه دي هيديكي لون خطير. ودي الكميه بعد ما دهناها هنسيبها بقى على جنب حوالي نص ساعه لحد ما يتضاعف حجمها وارجع لكم تاني. ودي حجمها بعد ما تضاعف معانا. يلا بينا هندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الاوسط، هيقعد معانا من 10 ل 12 دقيقه، وبعدين تشغلي الشوايه تاخد معاكي لون ونرجع لكم تاني نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، لونها جميل وطريه وحاجه سهله في منتهى الجمال. اول ما طلعت من الفرن غطيتها ثواني كده. شايفين السوا من تحت عامل ازاي ومن فوق؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين مفرغه ازاي؟ الحشوه فيها جميله وفي منتهى الروعه. جربوها كده وقولوا لي ايه رايكم فيها. وبكده نكون عملنا احلى فطاير بالحليب القطنيه ممكن تدوها في حياتكم. جربوا الوصفه دي وانا متاكده انها هتبقى المعتمده عندكم في البيت. هستنى اشوف تعليقاتكم الجميله على الوصفه، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد وعشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات السهله والسريعه. اشوفكم في فيديو جاي بحاجه حلوه ان شاء الله. سلام عليكم.